نزلت 10 جنيه النهاردة. تحرك عاجل من الدولة لخفض أسعار الدواجن قبل رمضان. النهاردة الاثنين 9 فبراير 2026 حصل تحرك واضح في سوق الدواجن، والأسعار فعلا بدأت تهدى. وأهم رقم الناس كانت بتدور عليه، كيلو الفراخ البيضة نزل 10 جنيه في المزرعة. طيب خليني أقول لك الأرقام ببساطة وبشكل مباشر. أولا الفراخ البيضة، سعر الكيلو في المزرعة وصل 85 جنيه بعد ما كان ب 95 جنيه من يومين، وده انعكس على السعر عند الناس ووصل في بعض الأماكن لحوالي 97 جنيه. تاني حاجة فراخ الأمهات، الكيلو حوالي 65 جنيه في المزرعة وبيوصل المستهلك ب 80 جنيه. تالت حاجة الفراخ الساسو الحمراء، الكيلو ب105 جنيه بعد ما كان ب115 جنيه في المزرعة، وبيوصل للمستهلك ابتداء من 120 وحتى 125 جنيه. الفراخ البلدي سعرها في المزرعة 120 جنيه وللمستهلك من 130 ل 140 جنيه. كمان في رقم بيهم ناس كتير اللي هو البانيه، في محلات نزل من 230 ل 220 جنيه للكيلو. طيب ليه حصل انخفاض طفيف وليه الدولة بتتحرك قبل رمضان؟ عشان قبل رمضان بيحصل طلب أعلى، وأحيانا بيظهر استغلال ورفع سعر من غير سبب. فالفكرة دلوقتي إن المعروض يزيد ويتنظم والسوق يهدى بدل ما الأسعار تسبق الناس. وفي نفس الوقت اتقال كلام مهم جدا عن مدخلات الإنتاج الذرة والصويا، وإن في كميات كبيرة بتدخل شهريا. ومع تراجع سعر الدولار ما يبقاش منطقي إن الأسعار تفضل طالعة بالشكل ده اللي حصل في الفترة اللي فاتت، لأن ده بيضغط على الناس وعلى السوق كله. وعشان كده كمان اتحرك ملف الدواجن المجمدة، والاتجاه واضح، تخفيض سعرها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان ومنافذ الشركة القابضة على مستوى الجمهورية. بدل السعر اللي كان حوالي 120 جنيه مع تجهيز كميات يتم طرحها قبل رمضان عشان تبقى فيه وفرة حقيقية وتنافس السعر في السوق. الخلاصة ببساطة، النهاردة فيه هدوء حقيقي في الأسعار، وفي خطة لزيادة المعروض قبل رمضان. ولو الوفرة كملت والرقابة كانت قوية، الطبيعي نشوف الأسعار تفضل أقرب للمستويات المعقولة بدل القفزات المفاجئة.